ذكر الرجاله عاملين اخبار محمد سامي اسيستنت. اولا ايه رايكم في الاستوديو؟ ده جزء من الاستوديو او كادر من الاستوديو اللي انا بعمله عشان الثلاث قنوات بتوعنا اللي انا احب اعرفك عليهم كده على السريع. قناه سامي اسيستنت معروفه، المحتوى بتاعها هيتغير بعد ما السنه تخلص، ايوه، ولكن افضل معاكم يعني ما تقلقوش. القناه الثانيه هي القناه الاساسيه اللي هي قناه عبد الرحمن وليد، ودي شويه حاجات كده جامده هيحصل فيها ايوه زي الحاجات دي كده. المهم ايه، القناه الثالثه وهي قناه كل معايا وايت وذ مي اللي انت هتلاقي اللينك بتاعها تحت في الوصف. المهم نخش في موضوع الفيديو. واحد كان عنده امراض نفسيه واتحلت بعد ما شاف المنظر ده. ليه يا عبد الرحمن؟ اقول لك انا. واحد كان خايف من الكيمياء، قال لك بس عبد الرحمن مسك القلم والسبوره خلاص كده هيقفل لنا الكيمياء. لا يا عم مش للدرجه دي. طب يا جدعان بقى بعيد عن الهزار، علم علوم وعلم رياضه عندهم كيمياء، ادبي عندهم جغرافيا. يوم مهم، يوم مهم، يوم مهم يستدعي ان الناس تخاف. لكن خد بالك ان انا قلت الناس الهيتيه، الناس العاديه، لكن الاسود، الناس اللي بتبقى ثانويه اساسا ما بيخافوش من الحاجات دي. طيب افكرك يعني ايه اسد او اسود؟ اسود يعني داخلين الامتحان خارجين منه نفس الحاجه. حليت وحش، حليت حلو، طالع برضو اسد. طب ليه يا عبد الرحمن؟ ما يعني واحد يعني هو انا عبيط داخل حليت زي الزفت واطلع اقول على نفسي اسد؟ ليه؟ عشان ما ياثرش على الفتره الجايه. يعني ايه برضو؟ واحد او يعني كل الوحايد بقى اتسوحوا في الفيزياء، يقول لك بس هتسوح في الكيمياء، والكيمياء عامله زي الفيزياء ماده مهمه ومش عارف ايه وكبيره. لا ليه؟ بص، سكه برضه مش عايز اطمنك قوي، خد بالك انا ممكن اطمنك بسهوله بس انا مش عايز اطمنك قوي. هو كل سنه بيجيبوا امتحان واحد بس يبقى خازوق كده من الاخر، بعد كده الامتحانات التانيه بتبقى عاديه جدا. الامتحان الجاي ان شاء الله عادي جدا. جغرافيا لا، جغرافيا لا، ما هو بتوع التاريخ لسه ما اخدوش ممكن الجغرافيا تبقى فعشان كده بعد اذنكم بجد مش بهزر، الادبي يذاكر جامد قوي عشان احتمال الجغرافيا تطلع تقيله لان انتوا لسه ما اخدتوش الايه بتاعتكم، تمام كده. لكن العلم رياضه وعلم علوم خلاص اخدوها بقى. فانت بالتالي ان شاء الله يعني تفائل خير، تفائل خير في كل الاحوال. اصلا تفائل خير وان شاء الله الكيمياء تطلع كويسه. هفكر بقى بشويه حاجات بديهيات كده. اول حاجه ما تخافش، ما تتشتتش. معدل الكومنتات بتاعت الغش ده الغش ومستقبلي وراح وانت مالك بيهم يا عم؟ ده سمعت حاجه غريبه، ده المراقب بيغشش الناس على مزاجه. يا عم انت مالك بيه؟ انت مالك بيه؟ اقعد انت حل جوه اللجنه، قاعد مالكش دعوه باي حد، اقعد حل. خد بالك ان الكيمياء يعني الكيمياء ايه في اللذيذ؟ كتيب المفاهيم، كتيب المفاهيم. وبرضه زي زياد أو زي صاحب عبد الرحمن. أكيد عارفيني اللي كانوا ساعدين في امتحان العربي وطلعت مع عبد الرحمن في كذا فيديو، فيا رب تكونوا فاكرين. بالنسبة لعبد الرحمن قال لي إنكوا بتسألوا عن أهمية كتاب المفاهيم وكده، فأنا كواحد كنت أدبي كنت شاطر جزئيا في الجغرافيا، أقول لكم إن مهم جدا. مهم إنك أصلا تقراه أو تذاكره، مش تذاكره أو إنك تقراه قبل الامتحان وتكون يعني عارف هو فيه ايه، عشان صدقني هتلاقي كذا سؤال محتاج انك تفتح فيه كتاب المفاهيم في الامتحان، لان هو لما كانش ليه لازمه ما كانوش حطوه. وانا استفدت منه في الامتحان ولا لا؟ ايوه استفدت منه في كذا وفي اكتر من سؤال، وهينفعكوا جدا يعني في اي، مش بس في الجغرافيا، في اي ماده. حتى لو شفت ميس علم نفس كده بتذاكر كتاب المفاهيم مع الطلاب بتوعها، فهو لا، كتاب المفاهيم مهم ومهم في كل المواد، فمحدش يستهين بيه خالص. وبس، يا رب تكونوا استفدتوا. كتاب المفاهيم مهم في الجغرافيا. الكيمياء كتاب المفاهيم. لازم تبص على كتاب المفاهيم النهارده، لازم تبص على كتاب المفاهيم النهارده. دي كده اللي انا كنت عايز اقوله لك. افتكرني جوه اللجنه، ما تخافش، وانت رياسه وانت معلمه، وقولوا لي ايه رايكم في البتاع دوت. وبفكر ان انا احلق، فاهم؟ فانتوا قولوا لي برده ايه رايكم، يعني ايه رايكم في الاستوديو، وايه رايكم في ان انا احلق. قشطه يا رياسه. سلام.